المشكلة تبعتنا إنه نحن ما بنحب بعض نوعاً. للأسف دايماً أنا يؤسفني إني أقولها. هاي توفيق، كيفك؟ ليه رنين كيفك؟ جاهز اليوم لنحكي بموضوعنا؟ أنا موضوع يمكن الحياة بألمانيا؟ والله ما متفقين على أسئلة بودكاست وبدنا حتى اللبس نبحث. يعني أبداً ما متفقين. لا والله ما جت صدفة بصدفة. بدي أسألك على حياتك بألمانيا، كيف شفت ألمانيا يعني بعد الفترة الغربة هلا اللي عشتها أنت كشاب عزابي صار من 2015 نعتبر مغترب عن سوريا. سلاسيني جاد. كيف بشوف الحياة؟ هلا في ضمان اجتماعي بألمانيا، وموضوع مثل ما بيقولوا الحياة أسلس وأسهل، بس نيجي لقسم العائلة ما في، نيجي للتواصل الاجتماعي هون الناس مع بعضها ما في. تلاقي يمكن جارتك أو جارك الباب على الباب سنة وسنتين ولا بيعرفوا شيء عنك، ما يعني. حدا بتذكرك. يعني ما في ثقافة تبع إنه ندق الباب مرحبا أنا جاركم جديد جبت لكم سكبة، هي سكبة حتنكب بركي حاطط له سم فيها. يعني ما بيعرف هو. فدفعنا ثمن، يعني إنه أوكي الوضع المادي جيد نوعا ما، الحياة منظمة، ولكن وحيد، يعني وحيدين. أنا عن نفسي وحيد، في ناس إجت مع أهلها. هو هي الفكرة تماماً، إنه في عالم إجت لهون يلي هي لحالها، يلي اضطرت إنه تتعايش مع الغربة لوحدها بقساوتها لأنه هي بالأخير غربة. في عالم إجت مع عالمها مع أهلها وناسها، يعني الأبهات والأمهات كانوا موجودين. اللي هو كنت بدي أسألك إياه، أنت بالنسبة إلك الاندماج من ناحية اللغة، من ناحية الشغل، كيف كان؟ إيش الشغلات اللي واجهت صعوبة فيها، اللي حسيت إنه ممكن تشكل عائق إنه لا تستمر بشيء أنت كنت بانيه بسوريا وكنت حابب تكمله هون؟ لأنه أنت بالأخير لما طلعت من سوريا لحتى تأسس مستقبل أو تبني مستقبلك، بسبب الأوضاع بسوريا كان ما حدا كان الاحتياجات اللي الواحد يفكر بالمستقبل ما لها موجودة، فاضطرت العالم تطلع مشان هذا الشيء. إيش الشغلات اللي أنت حسيتها صعبة بالغربة كشخص موجود لحاله؟ ما شاء الله 4-5 أسئلة ورا بعض. أول شغلة هو بودكاست، يعني فرح ضيع شوي. أول شيء سألتيني على موضوع الاندماج، كيف كان معك أول فترة ما جيت؟ هلا أنا كتوفيق لأنه طفولتي كانت بالإمارات و10 سنين عشت وكذا، فموضوع الأجانب ما كتير عانيت فيه. أجانب قصدك كثقافة شعب؟ التعامل معهم مثلا، أنت عندك موضوع اللغة. فالعالم اللي إجوا يلي ما بيحكي إنجليزي تعذب لأنه ما بيعرف يتواصل معه. هيك أنت بتقولي كبدايات. أنا لأني بحكي إنجليزي كتير منيح نوعاً ما كسكند لانجويج، لغة ثانية، فإنه أنا قدرت أتواصل معهم بالإنجليزي وكون علاقات مع ناس بالإنجليش. فقدرت إني إذا سميناها اندماج، إني خليني أقول قدرت أتواصل معهم. تمام. فلما أنا يجي مثلاً هو إنه عندكم سيارات بسوريا، عندكم ميكروويف، هاي الأسئلة الغريبة اللي كنا نسمعها. هي مفكرين سوريا عبارة عن بنايات على الأرض وصحراء وفي جمال ولورنس العرب مارق من جنبنا، يعني. فأنا قادر وصل له فكرة بالإنجليش. تماما. فبعدين لما تعلمت ألماني، يلي أنا يعني بيتابعوني بيعرفوا أنا مالي خطير كتير بالألماني، فلما حدا ما يعرف يحكي إنجليزي قادر أتواصل معه بالألماني بشكل جيد نوعا ما. فما عانيت بهذا الموضوع إني أنا أخذ وأعطي معه. وأنا شخصيتي شوي يعني جريء بالكلام، يعني ما إنه بخجل وبستحي وهو قال لي شيء ما فهمت عليه، لا بناقشك، شو أخذ فكرة عني؟ حبيبي هذا كلامك غلط، تعال أرجيك نحن كيف بسوريا، تعال في دمشق، في حلب، في عنا اللادية، في مدن كتير، حمص، في مدن كتير، فتعال أرجيك.
فبعرفه على سوريا مثل ما انا وكلاتنا بنعرف سوريا، مو مثل ما هو كيف شايفها على السوشيال ميديا وعلى الاخبار. تماما. هي كمرحله اولى انه كاني مع هو هاي الفكرة يلي حكيت جملة كتير مهمة، إنه هو كيف شايفها على مواقع التواصل الاجتماعي. هلا بشكل عام يعني الثقافة الألمانية في منهم كانوا منغلقين، يعني هن بينظروا هدول الدول، دول العالم الثالث ما عندهم كتير ثقافة، فاخدين هاي الفكرة الانطباع يلي هن ما لهم متثقفين حتى يعرفوا إنه هدول البلدان شلون عايشين، فممكن من جماعة منهم ينطرح هيك أسئلة. فأنت كنت بمرحلة ما قادر تتواصل معهم بلغة تانية، تحكي لهم إنه أنتم هدول الشغلات يلي أنتم مفكرينها أخدينا عنها، إنه لا ما هيك، نحن متطورين كتير ومثقفين كتير وعنا أدمغة يلي هي عم تنطلب لتكون ببلدكم لتستلم مناصب مهمة. ففي عالم يلي إجت بدنا نقول نوعا ما من بيئة معينة يلي هي هلأ مستلمة السوشيال ميديا، بدي أحكي يلي عم تفرجي صورة تانية أو موجودة بالشارع حالياً، يلي هي ما عندها لغة التواصل، بس هي تصرفاتها يلي عم تعملها بالشارع أو يلي عم تفرجيها على مواقع التواصل هي اللي عم تعكس صورة تانية للعالم بسبب اختلاف الثقافات. يعني أنت مثلاً جاي من ثقافة معينة من الشام، في عالم جايين من ثقافات تانية، فكله اجتمع هون بألمانيا، عم بيصير اختلاف الثقافات وكله عم بيفرجي ثقافته المعينة اللي هو البيئة اللي جاي منها. فهذا كمان أثر على الصورة العامة للسوريين يلي نحن عم نفرجيها لحالنا، لأنه حالياً بتشوف اللي هن أصحاب الأدمغة واللي الأكاديميين ما بيطلعوا على السوشيال ميديا وما لهم مشهورين كتير وما لهم معروفين كتير. مين يلي عم بنشهر وبنعرف؟ اللي عم بيصدر التفاهة نوعاً ما، كبسوا حبايب. تماماً، هو هذا اللي عم بيصير. فهي يمكن مشكلة صارت نحن شلون عم نصدر حالنا، فهي اختلاف الثقافات مشكلة كتير كبيرة. انت بالمجتمع اللي حواليك ممكن قدرت انه تحكي انت وجهة نظرك نحن شلون كنا عايشين بسوريا، بس في عالم فرجوا وجهة نظر تانية تماماً شلون كانوا عايشين بسوريا. انت ايش رايك باللي عم يتصدر من السوريين على السوشيال ميديا اللي هو لا يمثل نوعا ما الثقافه السوريه الحقيقيه؟ هلا وجهة نظري بالموضوع هي يعني انا في تفرع كتير فيها. انا رح اقول لك نقطتين. النقطة الاولى، انت في عندك قسم عم بيصدر صورة للعرب، يعني السوريين عم بيصدروا الصورة للعرب، هو عم بيطلع يحكي بعربي، كبسوا حبايب، كبسوا غوالي، يلا ويحط طحين على وشه. الالماني او الاجنبي ما له فهمان شو عم بيحكوا، فهو عم بيصدر للفئة العربية. وفي عندك اللي عم بيصدروا للفئة الأجانب يلي عم يطلع يحكي بالألماني أو بما أنه قلنا السوشيال ميديا عم بيعمل تصرفات بالشارع عم تتصور ويشوفوها الألمان. يعني من القصص اللي شفناها مؤخرا، سواء كانت ما فيني أحكي فيها أنا مشان ما السوشيال بيعملوا له يمكن بان على الفيديو اللي صار، تذكري وقفوا بالطريق وتضامنوا وقصة الشرطة وما شرطة وإيه. فالألمان شافوا، هو ما فهمان شو عم يصير بالعربي، بس هو شاف الحادثة تبعه، لك إنه في كذا حدا سوري كان عمل كذا. فهمت علي الموضوع؟ ما بظن الناس كيف فهموا عليه. فهون بقى الأجنبي عم بيشوف السوشيال ميديا كأخبار. هلا في فئة بقى بتطلع اللي أنا والله ما بتابع بصراحة، كألماني أنت بتعرفي أنا بحكي إنجليزي أكتر شيء، فما بعرف. بسمع إنه في ستاند أب كوميديانز سوريين بيحكوا بالألماني، ممكن يكون في، قد يكون في حدا بالمجال الفني الإبداعي عم يتواصل، أنا ما بعرف. بس أنا بحكي بهالنقطتين هدول. للأسف يعني أنت دائما الشيء السيء هو اللي بيكون الظاهر أكثر للناس، يتم تسليط دايما ضوء عليه. بس ما فينا نخفي إنه مشان ما نكون يعني عم نحكي بالشيء السلبي. أول عميد مدينة ما وقتها كان محافظ أو عميد أو شيء، إنه مسؤول بمدينة سوري، كان إنه مثلا حقق
شو بيقولوا شروط معينة. يعني انه اشتغل على حاله وصار هو عميد هي المدينه او محافظ هي المدينه. هيك قريتها مره، انا ما بدي اكون عم خبص يعني. بس عندك مثلا انجازات السوريين انا اشوفها، المطاعم السوريه، البنت اللي بتكون هي كانت الاولى على المدرسه باللغه الالمانيه، والشاب اللي كان يعني كدراسيا السوريين بنخاف منهم، شاطرين بالدراسه وشاطرين بالمهن الحره. تماما. وغير جنسيات عم تمدح فينا، بس المشكله نحن ما عم نمدح ببعض. لا، هي المشكله. هي المشكلة تبعتنا، انه نحن ما بنحب بعض نوعا ما. للاسف. دايماً. يعني انا يؤسفني اني اقولها ما بنحب بعض، الا ما رحم ربي، يعني ما فيني اعمم لا للتعميم يعني. فبنرجع للسؤال الأساسي اللي أي. كنت عم بسألك إياه، إنه أنت شو الصعوبات اللي واجهتها، غير إنه أنت كنت بمطرح بدك إثبات لثقافتك الأساسية اللي أنت جاي منها. ايه عانيت انا هلا يعني كتعارف واندماج مثل ما حكينا بالاول، انه ايه عانيت شيء بسيط، انه من وين انت؟ من سوريا. إيه شو بتعمل هون؟ عم بتعلم لغه. اوكي يلا باي. بس مع الوقت عم بشتغل هون. انا هون بقى بالنسبه للالماني هذا عم يشتغل، ما له عم ياخذ مصاريه تبعات الجوب سنتر والضرائب تبعاتي، وما له فهمان شو القصه، انه انا بدي اتعلم لغه بعدين لاقي شغل. لا. فهي حليتها بعد ما خلصت كورس اللغه، انه صرت اقدر كون علاقات اكثر واتعرف على الناس اكثر. بعدين دخلنا بقصه انه انا بدي الاقي شغل، فاني اشتغل شغل بسيط طلع منه مصاري. اشتغلت بكافيه، اشتغلت شي سنتين، وهون قويت شوي المانيتي اللي تراجعت طبعا بعدين، فقدرت اخذ واعطي معهم اكثر. اجينا بعدين اوكي طيب انا بدي اشتغل بمجالي، انا ديزاينر، كان اصل ديزاينر، بعدين انا دارس موضوع الاخراج والتصوير والمونتاج وهالقصص هي. فكنت عم عاني من قصه انه انت عامل اوسبيلدونج اللي هو التدريب المهني مشان اللي ما بيعرفوا. طب ليش لا اعمل سنتين وانا اوريدي دارس وشاغل وعندي سي في كبيره؟ هيك النظام. فاكتشفت انه هالبلد ماشي على الوسايط، يعني انت اذا ما معك وسط ما بتشتغلي، لازم حدا مثل ما بيقولوا يزكي فيكي. انا بعرف فلان والله منيح، عن جد تعرفه؟ يلا اوكي حتتوظف. هي اللي بيسموها فيتامين بي، فيتامين بتسيونج، مو بتسيونج والله خطير بالالماني انا. العلاقات. ايه. فهي عانيت منها كثير، او اني مثلا مو مثلا هي صارت، واللي بيتابعني من زمان بيعرف انا في راديوما بالمدينه اللي كنت ساكن فيها، انا اخذت براكتيكوم عندهم. اثبتت نفسي، كان اسبوعين، اثبتت نفسي بهالاسبوعين، بس لاني كنت اقوى واحد فيهم كشحوني لبرا، تآمروا علي اطلع لبرا، وهن كان بدهم موظف، بس لاني احسن منهم طلعوني لبرا. ايه شو كذا شو جديد هذا؟ بس انا حضوري بيجيب مشاهدات، لاني عارفان شو عم ساوي. تأثيرك كان. ايه قدرت. لا خلاص طلعوني لبرا، بس عندت. فلقيت انه لا، انا جيتي على مثل ما بيقولوا كولين، اني انا نقلت خلص لازم انقل، فحتفتح لي مجالات اوسع. بلشت ادور على شغل، هون بقى الاصرار والعناد، ولقيت شغل بمجالي، فيديو كونتنت مانجر، مدير محتوى فيديو بشركه طباعه من اهم الشركات بالمانيا والله وباوروبا، والحمد لله فعم اشتغل بمجالي. فهي هون بقى الفكره، انه انا عندت. هلا كيف لقيت شغل؟ رح احكي لك القصه بالمختصر. ما تركت الطريقه ما عملتها. بالمانيا شو اسمك على السي في، يا بتطلع للمدير او للمسؤول عن يقرا السيفيات، يا اما بتروح على جنب. اوكي. وهي حقيقه. يعني لما يقروا مثلا اسم ما له الماني، مو شتيفان ولا مولر ولا كذا، شو بدنا فيه؟ التقييم عن طريق الاسم بالضبط. اذا في خلفيه. ونفس القصه بتلاقيها لما بدك تدوري على بيت، قصه الاسم هون يعني بكره كلمه عنصريه، بس هي في تحيز شوي يعني لابن البلد اكثر من الغريب. فلاني عانيت قلت ما ضل قدامي غير طريقه واحده، فتت لك على جروبات الفيس، جوبز ان كولون، جوبز ان دوزلدورف، جوبز ان برلين، ميديا جوبز ان جيرماني، سلخت سيلفي فيديو،
حكيت فيه باسلوب شوي هيك لطيف مثل ما بيقولوا، وتم التفاعل على الفيديو. يعني اللي ما عنده شغل لإلي صار يضحك، انه انت ضحكتني، انت حدا لذيذ، انت يو ار فاني، بتمنى لك التوفيق بحياتك. هيك مين شاف الفيديو؟ صاحب الشركه اللي بشتغل فيها. فاجى تواصل معي، توفقت. كثير عملي، في 3 وظائف نقي واحده منها. قلت له اوكي، فيديو كونتنت مانجر هذا اللي بدي اياه. طيب يلا اوكي حنعمل لك مقابله. انا قلت حكي، اوه ليكني هون صار لي 2.5 بالشركه، والحمد لله يعني اخذت فرصتي. بس تعبت اكيد بعد رب العالمين يعني، ورضا امي علي، واني انا منيح مع العالم مالي اذي حدا، فاخذت فرصتي فتعبت لقيتها. فما في شيء بالسهل هون، لا أكيد ما هي في كموضوع عمل يعني. ما في شيء بيجي بالسهل. بعدها يعني بعد هذا موضوع الشغل، انت عم سالتيني على موضوع من الصعوبات. لاني عم بكبر بالعمر، يعني عمري 25 زائد 10. عمرك كله؟ الله يسلم عمرك يا رب. لاني عم بكبر بالعمر وصار عمري 35 سنه، واكيد في ضغوطات الحياه تبعاتي الشخصيه، فوصلت لمرحله انه يعني ما عندي خلق كثير اخذ واعطي، ما لي خلق اتعرف على ناس ممكن يعني يوجعوا لي راسي، فهمتي؟ بصير بدقق كثير. فجاه واحد بيتحول لاهلي، شلون اهله بيتعاملوا، بصير واحد بيتحول لابوه، بيتحول لامه، عرفتي كيف؟ ايه بصير تماماً. بدقق، بصير ما له خلق. انه انا فلان بعثت له مسج شافني وطنش. لما عمري كان 20 سنه 25 سنه ممكن اتحمله شوي، ممكن كل ما عم بكبر اخي ليش ما رديت علي؟ هلا ما رد، الله معك. يعني اذا انت مو عاطي قيمه للمسج تبعي ما بدي اياك بحياتي. عرفتي كيف؟ بس